يا مساء الخير، يا صباح الخير، وكل عام وانتم بخير. داخل مؤسسه رميدان كل يوم في جديد، كل يوم في تميز، كل يوم في ابداع. الستاره مع السلك البليسيه مع الشباك المفصلي، كل اللي بتحلم بيه داخل الشباك اللي ممكن تفكر فيه هيكون موجود داخل الشباك ده. نبدا بالشباك المفصلي، طبعا ضلفتين. هنا معانا ترباس، 2 ترباس مش واحد، تقدر تفتح المساحه كامله. هنا السلك البليسيه كامل قفل معايا المساحه. طبعا مميزات السلك البليسيه اتكلمنا فيها قبل كده ان هو ضد عوامل التعريه تماما، ضد الشمس، ضد الشتاء، ضد الرطوبه، ضد كل دوت. بتعينه داخل الجراب بدون اي مشاكل. يقدر ان انت مسافر بره هتقعد سنه 2 3 هتيجي تلاقي السلك بتاعك متعين، مش زي السلك العادي اللي انت لازم تغيره كل سنه على الاقل، او كل صيف او كل شتاء او كده. المهم هنا قفلنا الشباك. الضلفه دي عايز احرك الضلفه ديت معايا بكل سلاسه، مفيش مشكله. طب نرجع بقى للستاره البلاك اوت عشان اعدل المكان، اغطي مساحتي خالص. هنا ستاره بلاك اوت، غير ان الازاز مانع للرؤيه، لا اللي بره بيشوفني ولا اللي جوه بيشوفني. وده اللي احنا بننصح بيه دايما، خلي عندك خصوصيه داخل مكانك، بلاش تكشف نفسك للي قصادك، لان الازاز العاكس دايما بيكون مشاكله ان اللي بره بيشوف اللي جوه اللي جوه بيشوف اللي بره بالنهار، وبالليل بيكون العكس. لو انا قايم اضاءه داخليه اللي بره بيكون شايفني بكل وضوح وانا مش واخد بالي. حبايبي في الله، بحب دايما اقول لكم كل النصايح، ما بنبخلش عليكم باي حاجه. ما تنسوش تصلوا على النبي.